تعرفي ان الاكله دي من حلاوتها وجمالها لو عملتيها مرتين 3 في الشهر مش هتزهقي منها. سجليها للعيد. ولو اول مره بتشوفيني انا مطبخ يوس، اعملي اشتراك واعملي لايك وفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد، واعملي شير كمان. اول حاجه هنا معانا ربع كيلو من اللحمه المفرومه، عليها بطاطسايه كبيره مبشوره ناعم، وطماطمايه كبيره بشر ناعم برضو، وبصلايه كبيره مبشوره ناعم، ومعايا برضو جزرتين كده كبار وبشرهم ناعم. والبطاطس والطماطم والبصل تبشريهم وبتصفي المية منهم. وهنا معانا بقى ملح فلفل اسود بهارات لحمة، ورشة كده من البيكربونات الصوديوم علشان الكفتة بتاعتنا النهاردة ما تكشش معانا. ومعانا فصين كمان من الثوم. وهنقلب كل المكونات دي كده مع بعض، ويعني اعجني فيها كده كويس جدا عشان كل المكونات كده تختلط مع بعضها. وده بقى كده شكلها زي ما انتوا شايفينها اهي. هغطيها بقى وهشيلها في التلاجة لمدة كده نص ساعة تتشمع، وبعد كده نطلعها ونبتدي بقى ان احنا ايه هنشكلها. هنا خلاص كده كنا حطيناها في التلاجة نص ساعة وطلعناها. هبتدي بقى كده ان انا هشكلها. هاخدها كده بين ايديا زي ما انتوا شايفينها اهي، وهعملها كده زي هعملها كده طويلة، وهضغط عليها ضغطة كده ضغطة بسيطة، وبمعلقة بقى بشوكة او اي حاجة عندك، ونعمل لها كده شكل خطوط. هتطلع شكل جميل قوي. نعمل برضو كمان واحدة اهي. حابة بقى انت شكليها براحتك زي ما انت حابة، بس التشكيل بتاعها ده كان حلو قوي، كان عطاها يعني شكل حلو. وهبتدي بقى ان انا كده هحطها في الصينية دلوقتي. ده كده شكلها بعد ما حطيناهم في الصينية خلاص اهي. وهنا كده انا خلصتها كلها وحطيتها بقى في الفرن على درجة حرارة 180 او 200. الرف اللي في النص هتقعد كده حوالي نص ساعة في الاول، او يعني لو الفرن بتاعك حامي خليها ربع ساعة او نص ساعة. وبعد كده انا هنا بقى عقبال ما طلعتها مية البصل ومية الطماطم ضفت عليها رشة من الملح ورشة من الفلفل الاسود ومعلقتين كبار كده من الزيت. وبعد النص ساعة طلعتها وده شكلها كده. وابتديت ان انا ادهنها بمية البصل ومية الطماطم. وبعد كده حطيتها في الفرن تاني. ما شغلتش بقى عليها شوايه ولا اي حاجه، هي اخدت اللون الجميل ده كده زي ما انتوا شايفينها. دخلتها بقى الفرن تاني حوالي 10 دقايق كده او ربع ساعه. وبعد كده بقى طلعتها وبقت بالجمال ده. عشان تديكي بقى لمعه خدي بقى من الزيت بقى اللي هي منزلاه، يعني الدهون اللي هي منزلاها دي، واعمليها كده من على الوش. بصوا بقى شكلها وحلاوتها في منتهى الجمال. سجلوها للعيد هتنفعكم قوي. وجربوها بقى وقولوا لي ايه رايكم فيها، واستنوني في فيديوهات جديده. مع السلامه.